طيبتم وطابت أوقاتكم كل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تنظيم دورة تدريبية بمديرية سنعافية لتعزيز تسوية النزاعات. تخريج 163 معلمة لتعزيز خدمات التعليم التمهيدي بإقليم شمال البحر الأحمر. مستشفى عداق حموس للولادة يعمل على توسيع خدماته. تحرير 308 رهائن ظلت 6 أشهر في قبضة بوكو حرام بنيجيريا. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ بلاستي من جارتها الشمالية. إلى التفاصيل. نظمت بمديرية سنعافية في 5 أغسطس دورة تدريبية استهدفت لجان الصلح بهدف تعزيز قدراتهم في تسوية النزاعات والخلافات المجتمعية بالطرق الودية. وشملت الدورة أعضاء لجان الصلح العاملين في 23 إدارة ضاحية، وركزت على تمكينهم في معالجة النزاعات بالاستناد إلى القيم المجتمعية بما يساهم في إيجاد حلول فاعلة للمتنازعين ويجنب الوقت والتكاليف المترتبة على اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية قضاياهم. وأوضح السيد إرمياس حدقوم من مركز شرطة مديرية سنعافية الذي قدم المحاضرة أهمية تعزيز معرفة لجان الصلح بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعامل مع القضايا، داعيا إلى التمييز بصورة واضحة بين القضايا المدنية والجنائية. من جانبها أكد مسؤول الوقاية من الجريمة العريفة برهان هيلي أن أعضاء لجان الصلح يؤدون دورا محوريا في احتواء الخلافات المجتمعية وتسويتها بصورة عادلة، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تعزز من كفاءتهم. بدوره أشاد قائد مركز شرطة مديرية سنعافية النائب الملازم كفلاي تسفية يوهنس إلى أن الصلح يمثل أحد القيم المجتمعية التي تضمن حلول مستدامة ترضي جميع الأطراف وتساهم في إزالة أسباب الخلاف وتعزيز روح التآلف والوحدة بين أفراد المجتمع. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة، مؤكدين أنها سمت توسيع معارفهم وتبادل الخبرات المتعلقة بآليات الوساطة والصلح، مطالبين باستمرارها. وتوجد 490 لجان صلح في 23 إدارة ضاحية بمديرية سنعافية. شهد إقليم شمال البحر الأحمر تخريج 163 معلمة جديدة لرياض الأطفال بعد إكمالهم برنامجين تدريبيين في أساليب تدريس استمر شهرا كاملا، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوسيع خدمات التعليم التمهيدي. وضمت الدفعة الجديدة معلمات من مديريات أدوحة وغرورة وشعب وأفعبت ونافا، حيث تلقينا التدريب في مدرسة صبراء، وقدمت بالتعاون بين وزارة التعليم وشركائها في مجال التعليم. وتناول البرنامج التدريبي إعداد الخطط الدراسية وطرق تقييم الأطفال وإدارة الصفوف والأساليب التربوية الحديثة وآليات التعامل مع الأطفال، إضافة إلى التعريف على المشكلات التعليمية والسلوكية وأهمية تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع. وأكد مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن البرنامج يهدف إلى توفير فرصة تعليم قبل المدرسي للأطفال الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بهذه المرحلة، داعيا المجتمع وأولياء الأمور إلى دعم هذه الجهود وتشجيع الأطفال على الالتحاق برياض الأطفال. من جانبها أوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن تطوير قدرات المعلمين والحرص على إيجاد حلول للتحديات التعليمية يساهمان في الارتقاء بمستوى التعليم، مشددة على أهمية نقل المعارف والمهارات إلى الأطفال بصورة فاعلة وبناء جيل يتمتع بالثقة بالنفس والقدرات اللازمة لمواصلة مسيرته التعليمية. وتشير البيانات إلى أنه خلال العام الدراسي 2025-2026 تم افتتاح 225 مركزا جديدا للتعليم قبل المدرسي في إقليم شمال البحر الأحمر، ما أتاح لنحو 14,000 طفل فرصة الالتحاق بهذه المرحلة التعليمية. أوضح المدير الطبي لمستشفى عداق حموس للولادة الدكتور داويد ستيفانوس بأن المستشفى وعلاوة على خدمات رعاية الحمل والولادة التي ظل يقدمها، أدخل خدمات إضافية للمساعدة في ضمان صحة الأم والطفل بفضل تزويده بمعدات حديثة وكوادر مهنية على فترات متتالية. وتشمل الخدمات فحص الكشف المبكر عن حالات السرطان عنق الرحم ومعالجة المشكلات الصحية المرتبطة بالولادة،
ومتابعة نمو وتطور الخصوبة لدى الأزواج وإجراء أجراءات ذات الصلة لتعزيز الخصوبة، بالإضافة إلى علاج الأطفال دون السن الخامسة. وأفاد الدكتور داوود بأنه تم التعامل مع 1208 حالة ولادة في المستشفى خلال النصف الأول من العام 2026، بما في ذلك أكثر من 340 عملية قيصرية، مضيفا أن معظم هذه الحالات كانت قادمة من مديريات تقع خارج مدينة أسمرة، ما يدل على تنامي الوعي بأهمية الولادة تحت الإشراف الطبي. وقال أنه بهدف رفع الوعي العام حول خدمات الرعاية ما قبل الولادة، سيتم توفير خدمات طبية واستشارية للفتيات والأزواج الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة، بالإضافة إلى فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم، حثا الأمهات على مراقبة سلامتهن وسلامة أطفالهم باستمرار وطلب الرعاية الطبية الفورية. وأخيرا ذكر أنه بفضل توفير الكوادر المهنية والمعدات الكافية انخفض عدد النساء الحوامل المحولات إلى مستشفى روتا الوطني المرجعي للولادة لتلقي خدمات متقدمة، مضيفا أن الأطفال الذين يولدون في المستشفى يتلقون جميع أنواع التطعيمات قبل الولادة وبعدها. ويقدم مستشفى داقة حمص للولادة خدمات الولادة وتطعيمات الأطفال دون السن الخامسة وخدمات ختان الذكور و14 نوعا من اللقاحات وخدمات الصحة الإنجابية. أكد فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط أنه كثف أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول من العام 2026 في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخالفات القوانين واللوائح. وأوضح القائم بأعمال رئيس الفرع المفتش رايان دارنيو أن حملات التفتيش التي نفذت خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام 2026 شملت مكافحة التجارة غير القانونية ومراقبة السلع منتهية الصلاحية وضبط الأسواق والأسعار، إلى جانب متابعة أعمال البناء المخالفة للقانون. وأسفرت هذه الحملات عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة وفرض غرامات مالية بلغت في مجملها نحو 8 ملايين نقفة. وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت أيضا إجراءات مالية وإدارية بحق عدد من المنشآت التجارية التي لم تجدد تراخيصها وخالفت ساعات العمل المقررة، إضافة إلى مخابز لم تلتزم بالأوزان القانونية أو بمعايير النظافة، وكذلك مؤسسات لبيع الحبوب ثبتت قيامها برفع الأسعار بصورة غير قانونية. وفيما يتعلق بتطبيق قرار حظر استخدام وبيع الأكياس البلاستيكية، أشار أن الرقابة في هذا المجال تواصلت بصورة مكثفة، حيث تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام ضبط 40 مؤسسة بحوزتها المادة المحظورة، إلى جانب 15 محلا لبيع اللحوم ارتكبت مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تناول التقرير أوضاع الحرائق في الإقليم، موضحا أن النصف الأول من العام شهد 54 حادث حريق أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بأكثر من 35 مليون نقفة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت نيجيريا تحرير 308 رهائن اختطفتهم جماعة بوكو حرام قبل 6 أشهر في ولاية كوارا والنيجر في أقصى شمال البلاد، وهي أكبر عملية إنقاذ في يوم واحد ينفذها فريق أمني مشترك، وفقا ما أعلن الرئيس النيجيري بول أحمد تينوبو. وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان نشرته أن القوات حررت 163 شخصا خطفوا من بلدة وارو بمنطقة كياما بولاية كوارا تقع على أطراف محمية بحيرة أوكوانجي الوطنية، إضافة إلى 145 آخرين من ولاية النيجر المجاورة، وهي ولاية تقع شمال نيجيريا وتختلف عن دولة النيجر المجاورة. وظل المختطفون محتجزون منذ فبراير الماضي بعدما هاجم مسلحون من جماعة بوكو حرام بلدتهم وقتلوا ما لا يقل عن 170 آخرين في واحد من أكثر الهجمات الإرهابية الدموية خلال العام الحالي. وقبل شهر من الهجوم اختطفت الجماعة عدد غير محدود من الأشخاص من قرية كواساندواغي في ولاية النيجر المجاورة، كما استهدفت في هجمات لاحقة قرى عدة في المنطقة نفسها راح ضحياتها عشرات القتلى. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير القوات المسلحة الكوبية الجنرال الفارو لوبيز و7 أفراد آخرين و5 كيانات مملوكة للدولة بزعم تعاونهم العسكري الخارجي وشراء الأسلحة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن هذه الإجراءات تستهدف كيانات مملوكة للدولة ومؤسسات عسكرية ومسؤولين في وزارة القوات المسلحة السورية ممن انخرطوا في تعاون عسكري خارجي وشراء معدات عسكرية مخصصة للنظام الكوبي.
وتتهم واشنطن الكيانات المرتبطة بالدولة التي استهدفتها العقوبات الجديدة بمساعدة كوبا في الحصول على أسلحة من دول تعتبر معادية للولايات المتحدة بما في ذلك الصين وروسيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الضغوط على كوبا في الأشهر الأخيرة، حيث قطع إمدادات الوقود عنها وهدد بالسيطرة على الجزيرة. وحذر خبراء أمميون من أن العقوبات الأمريكية قد تدفع كوبا إلى انهيار شامل. أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بلاستيا واحدا على الأقل قصير المدى باتجاه بحر الشرق. وأوضحت الهيئة في بيان أن الصاروخ أطلق من منطقة وانسان الساحلية في شرق كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن عدد من الصواريخ التي أطلقت لم يتضح بعد. وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي عزز إجراءات المراقبة والاستطلاع تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التنسيق الوثيق وتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان. ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من شهر على آخر تجربة أجرتها بيونغ يانغ في 25 من يونيو الماضي، وشملت اختبارا صاروخيا بلاستيا تكتيكيا ومنظومات جديدة لإطلاق الصواريخ المتعددة إلى جانب أسلحة أخرى، وذلك بإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون. وصل رئيس حكومة ميانمار مينغ أوانغ ميلينغ إلى تايلاند في زيارة رسمية قد تمثل خطوة مهمة في مساعيه لاكتساب الشرعية السياسية. وتشمل الزيارة الرسمية التي تستمر يومين الرئيس مينغ وانغ اجتماعات مع رئيس الوزراء التايلاندي ومسؤولين آخرين في مقر الحكومة، زي يتوقع أن يوقع الجانبان عدة مذكرات تفاهم. وأكد رئيس الوزراء أنطوين دعم تايلاند لتعزيز تعاون ميانمار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وشدد على أن البلدين يدخلان مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية. وأوضح أن تايلاند وميانمار ستعمل على تعزيز التجارة وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة وتوطيد الروابط الاقتصادية الثنائية. ووقع جانبان أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العمالي. عناوين النشرة مرة أخرى: تنظيم دورة تدريبية بمديرية الصناعة لتعزيز تسوية النزاعات. تخريج 163 معلمة لتعزيز خدمات التعليم التمهيدي بإقليم شمال البحر الأحمر. مستشفى عداق حمص للولادة يعمل على توسيع خدماته لضمان صحة الأمومة والطفولة. تحرير 308 رهائن ظلت 6 أشهر في قبضة بوكو حرام بنيجيريا. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخا بلاستيا من جارتها الشمالية. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.